السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ انا دي جواكدي ودي قناتي سهلة وبسيطة، بقدم وصفات للمبتدئين بطريقة سهلة وبسيطة، وبساعد اي عروسة لسه جديدة وبتدخل المطبخ لأول مرة او اي بنوتة حابة تتعلم الاكل. ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة الكنافة دي بطريقة سهلة جدا. طبعا بنجهز السيرب الاول، واللي هو عبارة عن كوباية ونص من السكر، عليه كوباية ونص من المية، ونص ليمونة، وبنسيبهم اول، بس طبعا ما بنقلبش خالص علشان ما يسكرش مننا. اول ما يبدأ في الغليان بنسيبه 8 دقايق بالظبط، ونحط عليه باكت فانيليا ونقفل عليه النار. اما بقى مقادير الكنافه، فده طبعا نص كيلو بنفرطه كويس جدا، ولو هو مجمد ويعني كان في الفريزر هيتكسر معانا اسهل. دي صينية مقاس 28، بتاخد يعني كمية النص كيلو كنافة كويس جدا. هنقسم بقى الكمية نصين على قد بعض، وندهن الصينية سمنة كويس جدا من تحت زي ما شفنا، ونفرد نص الكمية بس كده، ونحاول ان احنا نخليها في سوا واحد، وبعد كده ننزل عليها بالسمنة. ممكن ان احنا نخلط سمنة على زيت. انا هنا المهم ان تبقى كمية السمنة كلها طبعا سمنة نباتي، سمنة بلدي. سمنة بلدي طبعا بتبقى أحلى، بتبقى كوباية ونص، بس أنا حطيت كوباية، يعني كوباية سمنة ونص كوباية زيت. أهم حاجة بس إن يكون الزيت طبعا يبقى نضيف، يعني ما يبقاش زيت التموين. هنحط اهو النص الاولاني، هنبدا بقى نحط المكسرات بتاعتنا، او مثلا اي، يعني انا هنا حطيت جوز الهند بس، احنا بنحبها بجوز الهند بس. اوقات طبعا بيبقى فيه بقى، طبعا ممكن نحط زبيب سوداني، نحط يعني الجمل، نحط فستق، نحط بندق، نحط اي حاجه احنا حابين نحطها. ولو كمان حطينا على المكسرات دي معلقه من السيرب اللي احنا عملناه او معلقتين وقلبناهم كويس، ده هيساعد على تماسك المكسرات جوه الكنافه، ويخلي يعني ما يخليهاش تقع بسهوله. وبعدين بنبدأ ننزل بالنص التاني من الكنافة بالشكل ده، ونبدأ نسويه ونحط عليه السمنة أو خليط السمنة والزيت، لحد ما نتأكد ان كل الكنافة شربت من السمنة اللي احنا بنحط منها دي، علشان طبعا ده بيفرق في الطعم جامد. عايزين بقى طبعا نسويها كويس جدا، وتبقى من تحت في نفس السوا كده، وتبقى مظبوطة وشكلها حلو ومش منعكشة. فبنعمل كده، بنجيب كيس بلاستيك، ونجيب صينية أصغر اللي هي المقاس الأصغر من اللي احنا حاطين فيها دي، ونتك عليها كده جامد علشان نضمن ان هي بقت من تحت كله في سوا واحد. فرن سخن بقى ونحطها، طبعا كل شوية هنفتح عليها لحد ما نلاقي ان الاطراف بدأت تفصل من الصينية كده. اول ما نحس ان اطراف فصلت هنفتح عليها الشواية، ولحد بس ما الوش بتاعها يلون. طبعا هنا بس في حتة قشرتها كانت يعني اتحمصت مني شوية زيادة، فانا شلتها يعني بالمعلقة. عايزين بقى نقلبها، وده هو ده السر اللي بيخلي شكل الكنافة المتقدمة في المحلات وفي ال يعني العزومات وكده تبقى شكلها تحفة. هو ده، ان احنا بنقدمها على ظهرها مش على وشها. بنجيب طبعا صينية اكبر، انا معزة عشان ما عنديش صينية ملامين مدورة. فيعني قلبتها في صينية اللي هي المقاس الأكبر من اللي أنا بعمل فيها، اللي هي مقاس ال30. فدلوقتي اهي بصوا زي ما انتم شايفين الشكل مختلف يعني خالص عن الوش. الظهر بيبقى شكله مستوي أكتر، وبيبقى شكله كريسبي كده وأحلى يعني. أول ما تطلع طبعا بنحط عليها السيرب، ما يكونش ساقع وما يكونش سخن عشان تتشربه بسرعة. هنا أنا صورت طبعا وهي كانت لسه السيرب محطوط فبينقط، بس والله طلع تحفة يا جماعة، جربوها هتعجبكم جدا.